السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة جايين نتكلم عن مسلسل لام شمسية. أنا جيت أتكلم وحبيت أتكلم عن المسلسل ده لأن أنا بحب النوعية من الأعمال اللي بتناقش قضية مهمة جدا أو بتناقش حاجة بتحصل على أرض الواقع بتبقى موجودة في حياتنا. فمسلسل لام شمسية بيناقش قضية مهمة جدا شغلت الرأي العام خلال السنين الأخيرة اللي فاتت، وهي التحرش والتنمر والأذى النفسي اللي بيتعرض له الاطفال او الانسان في فتره او سن طفوله. وان المسلسل بيطرح الفكره دي او بيطرح القضيه دي خلال اطار اجتماعي وتوعيه. فعجبتني الفكره جدا وعجبني المسلسل وقررت ان انا اتفرج عليه، فحبيت ان انا اجي هنا واتكلم معاكم في المسلسل ده. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل لام شمسيه هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، يلا بينا نخش في الحلقه على طول. تحبي تندهك بايه؟ اكيد مش هتقولك ابله نيلي، بما انها اختك مش هتقولك يا طنط. تعالوا الأول نتكلم ونتعرف على أبطال العمل المشاركين في المسلسل ده. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الألقاب للجميع أمنية خليل وأحمد صلاح السعدني، محمد شاهين ويسرى اللوزي، سراء جبيل وصفاء الطوخي، ياسمين العبد وأسيل عمران ويارا جبران. ومسلسل لام شمسية من تأليف مريم نغوم ومن إخراج كريم الشناوي. طبعا مسلسل لام شمسية يتكون من 15 حلقة وهيتعرض على قنوات أون وقناة CBC وقناة DMC وقناة الحياة ومنصة واتش. وتعالوا دلوقتي نتكلم في قصة المسلسل وأحداثه. وهنشوف في المسلسل إن محمد شاهين هيكون زوج يسرى اللوزي، وهيكون عندهم بنت اسمها زينة، وإنها هتكون بتجمعهم علاقة عائلية مع أمنية خليل وجوزها أحمد صلاح السعدني. طبعا كل ده خلال المسلسل. ويتناول مسلسل لام شمسية شخصية نيلي اللي قايمة بدورها الفنانة أمنية خليل، اللي بتشتغل في إحدى المدارس الدولية، وهي متزوجة من طارق فنان احمد السعدني، وان هو شغال مدير في احدى شركات الدعايه. وعندهم طفل اسمه ياسين وطفل اخر اسمه يوسف، ويوسف ده هو ابن طارق لكن من زوجته الاولانيه. لكن نيلي بتعامله كانه ابنها وبتحاول تعويضه عن غياب امه، ومش بس كده بتحاول تعويضه عن غياب واهتمام ابوه بيه. وزي ما قلت ان المسلسل بيستعرض تاثير الاذى النفسي اللي ممكن يتعرض له الانسان في طفولته، وان المسلسل بيأكد ان الموضوع ده مش عار او غلط على الطفل ده او الانسان ده وهو في السن الصغير ده، وان هي حاله تستلزم المواجهه والعلاج، دعم وتفهم المقربين من الطفل او الشخص ده. مش بس كده، المسلسل بيبروز للعمل ان يتم خلق مساحه كبيره للتواصل اكبر واعمق بين الابهات والابناء عشان يتم حمايتهم من المشاكل دي، وان الاباء وحتى الامهات يقربوا من ولادهم عشان يحموهم. وطبعا كان في اعلان نزل للمسلسل، وان الاعلان فيه في توتر، في ترقب، في نظرات، في كلام قليل، في انت سامع صوت، في نفس، حاجه تشدك للاعلان. أنا مش هروح المدرسة بكرة. خلصوا عليك. وتشدك انك تتفرج للمسلسل وتعرف القصة وحكاية كل شخصية وايه هيكون دورهم. هل هنشوف دورهم بالسلب في التعامل مع الاطفال دي، وازاي هيتعاملوا مع الاطفال دي لما يعرفوا المشاكل اللي بيتعرضوا ليها الاطفال. أنا ما عملتش أي حاجة، ما عملتش أي حاجة وحشة وكل حد بيغلس عليا. عارف يا يوسف، أنا فخور أوي إن أنت ابني بجد. وقصة كل واحد، هل الزوجين او الاب والام علاقتهم عاملة ازاي مع بعض وتأثير ده على الطفل. فانا عايز اشوف المسلسل ازاي هيقدم لي القضية دي وازاي هيطرحها لي، وايه الرسالة اللي هتطلع من المسلسل وازاي هيقدموها. فانا اكيد متحمس للمسلسل واكيد هتفرج عليه واشوفه بالكامل. متحمس جدا للتجميع بتاعة الابطال دول مع بعض، ومستني اشوف حاجة كبيرة وتقيلة. وبس كده احنا اتكلمنا عن كل حاجة ليها علاقة بمسلسل لام شمسية اللي انا متوقع له ان هو هيحقق نجاح كبير جدا. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.